السلام عليكم يا جماعة. لو قلبك ضعيف اقفل الفيديو دلوقتي، بس قبل ما تبدأ صلوا على النبي وادعوا لإخواتنا ربنا يقويهم وينصرهم. القصة دي يا صديقي بدأت معايا من حوالي 5 سنين، سنة 2020 في شهر 9. كنت عايش في دولة أوروبية ورايح شغلي عادي، بشتغل في شركة اتصالات كبيرة شبه فودافون واتصالات عندنا. نزلت من البيت وركبت عربيتي، وفجأة وأنا في الطريق لقيت ناس متجمعة بشكل كبير. استغربت وسألت واحد من الواقفين: إيه اللي حصل؟ قال لي: بيقولوا في واحد مات هو ومراته وبنته. استغربت جدا، بس الحكومة جت بسرعة وطلبت من الناس يبعدوا. أنا وقتها مركزتش قوي وكملت طريقي للشغل. وصلت مكتبي وقابلت أعز صديق ليا بتوني. أول ما شافني قال لي: سمعت عن الجريمة اللي حصلت قريب من بيتك؟ قلت له: إيه ده؟ أنت مخابرات ولا إيه؟ عرفت منين؟ ضحك وقال: يا قلبي السوشيال ميديا. عدا اليوم عادي، لكن الليلة اللي بعدها حصلت الصدمة. نزلت من البيت وأنا رايح الشغل، لقيت تجمع أكبر من الأول، بس المرة دي المشهد كان مرعب. رؤوس الضحايا متعلقة على شبابيك البيت. مشهد يخليك تحس إن اللي عمل كده مش بني آدم. طريقة وحشية جدا، لدرجة إني ما كنتش قادر أمسك نفسي من المنظر. لكن بالعافية قدرت أتملك نفسي ورحت الشغل. شغلت الراديو في العربية، لقيت كل المحطات بتتكلم عن الجريمة. وصلت المكتب متأخر بسبب الزحمة والهلع اللي في المنطقة. قابلت ناتاليا مرات توني وقالت لي: شوف صاحبك، شكله متجنن بقضية القاتل المجنون اللي بيقتل الناس. استغربت، سألتها: ليه بتقولي كده؟ قالت: الحكومة مش عارفة تمسكه، وهو شايف إنه ممكن يساعدهم. دخلت مكتب توني وفعلا لقيته مشغول جدا بالموضوع. قلت له: إيه يا ابني مالك اليومين دول؟ قال لي: عرفت اسم السفاح، الحكومة بتسميه سفاح منتصف الليل. سألته: وليه الاسم ده؟ قال لي: لأنهم اكتشفوا من الكاميرات إن قبل كل جريمة بيوم بيظهر شخص ملامحه مش واضحة واقف تحت البيت. وقتها اتأكدت إن توني واخد الموضوع بجدية غريبة، وبدأت أقلق. بالليل كان عندنا عشاء مهم علشان نخلص صفقة إلكترونيات مع شركاء جدد، جاك ومراته مايا. قعدنا على الأكل، وفجأة لقيت جاك بيقول: مبارح شفت شخص واقف قصاد بيتي، ولما بلغت السلطات قالوا لي ده مجرد شاب مش بيسمع الكلام. اتسحبت الحكاية وبدأنا نضحك ونهزر. لكن تاني يوم الصبح لقيت خبر صادم في التلفزيون: جاكو ومراته اتقتلوا. اتصل بيا توني بعدها وقال: أنا وناتاليا مش هننزل النهاردة، تعبانين شوية. ساعتها بدأت أشك. الأيام عدت وتوني وناتاليا اختفوا عن الشغل لفترة طويلة. كل ما اتصل بيهم موبايلاتهم مقفولة، وكل ما أروح بيتهم ألاقيه مقفول. وفجأة بعد شهر ظهروا تاني في المكتب. سألت توني: إيه اللي حصل؟ قال لي: السفاح جه لحد عندنا، وقفت أصوره بس الملامح مش واضحة. وراني الفيديو، فعلا في شخص واقف تحت البيت. لكن اللي حصل بعد كده كان أغرب. الفيديو اختفى من على تليفونه فجأة، وبدأت أحس إن الموضوع أكبر من مجرد سفاح. في حاجة مش طبيعية بتحصل. صحيت من النوم على صوت الموبايل بيرن. نظرت على الشاشة، لقيت اسم توني. استغربت، خصوصا إن توني من يومين كان مختفي وما بيردش على أي حد. رديت بسرعة، لكن الخط اتقفل. حسيت بقلبي بيخبط في صدري، وحاولت أكلمه تاني، بس الرقم بقى خارج الخدمة. قمت من السرير وأنا حاسس إني مخنوق، وقررت أروح بيت توني ونتاليا أشوفهم. لما وصلت كانت الدنيا ساكتة بشكل غريب. البيت مظلم والشبابيك مقفولة. دقيت الباب محدش رد. دفعت الباب برجلي لقيته بيفتح بسهولة، وكأن حد سابه متعمد. دخلت، والريحة ضربت في وشي. ريحة موت، ريحة دم قديم مختلط بحاجة متعفنة. مشيت بخطوات بطيئة، وكنت سامع صدى أنفاسي. وصلت للأوضة، وهناك وقفت متسمر. توني ونتاليا ميتين، جثثهم كانت على الأرض بنفس الطريقة اللي اتوصف بيها السفاح قبل كده. توني مطعون بسيف طويل مغروس في صدره، ناتاليا متقطعة بمنجل. المشهد كان بشع، الدم مغرق الأرضية، ومكتوب على الحيطان بدمهم جملة: هو لسه بيتصل بيك. جريت من البيت وأنا مش قادر أصدق اللي شفته. إزاي توني بيتصل بيا وهو مقتول؟ إزاي لسه بيرن عليا من موبايله؟ رجعت شقتي وقعدت على الكرسي قدام المكتب، ماسك راسي بإيدي بحاول أربط الأحداث. السفاح مش بس بيقتل، ده بيلعب بأعصابنا، بيخلي الضحية نفسها تبعت رسائل أو تتصل بعد موتها. قررت إني ما ينفعش أفضل قاعد كده مستني دوري، لازم أحقق في القصة بنفسي. رحت على مركز الشرطة،
بس لما حكيت للضابط على الاتصالات اللي جت لي من توني بعد موته بصلي كأني مجنون. قال لي: يا أستاذ محمد، أنت محتاج ترتاح، واضح إن الحوادث مأثرة عليك. خرجت من المركز وأنا حاسس إن الحكومة كلها عاجزة أو متعمدة تتجاهل. مفيش غيري اللي لازم يكمل التحقيق. بدأت أرجع لكل الجرائم من أول ضحية لحد دلوقتي. كنت بجمع الجرائد، مقالات الإنترنت، وأي تسجيلات فيديو للكاميرات حوالين أماكن الجرائم. ولاحظت حاجة غريبة جدا: كل ضحية كان بيتقتل قبل يومين أو 3 ما يتصل بشخص من معارفه أو يظهر له بشكل غريب، كأن السفاح بيستعمل أرواحهم كوسيلة يوقع اللي بعدهم. والأغرب، كل الضحايا ليهم علاقة غير مباشرة بيا. أول ضحية كان جار قريب من بيتي. جاك ومراته كانوا في نفس العشاء اللي حضرته. توني وناتاليا أعز أصدقائي، يعني السفاح بيقرب مني خطوة بخطوة. بعد يومين جالي ظرف تحت باب شقتي. فتحت لقيت جواه كشكول قديم متآكل. على أول صفحة مكتوب: اعترافات سفاح منتصف الليل، الدورة السابقة. قعدت أقرأ ولقيت الكتاب مكتوب بخط راجل اسمه هانز من سنة 1920، وبيقول فيه إنه كان بيعيش في نفس المنطقة اللي أنا فيها دلوقتي، وإنه شاف جرائم متكررة بالشكل نفسه: رؤوس متعلقة على الشبابيك، سيوف، مناجل، حتى نفس جملة الدم على الحيطان. هانز كتب إنه حاول يوقف السفاح لكنه فشل، وإن السفاح مش شخص واحد بل كيان بيتنقل كل 100 سنة من جسد لآخر، وأي حد بيحاول يقرب منه بيتحول لجزء من لعنة جديدة. الليل ده وأنا بقلب في الكشكول سمعت صوت خبط على الشباك. بصيت لقيت توني واقف تحت، نفس الملامح اللي أعرفها، بس وشه شاحب جدا وعينيه سودة بالكامل. كان بيبص لي من غير ما يرمش. فتحت الموبايل بسرعة وصورته، لكن لما جيت أبص على الصورة لقيتها سودة بالكامل، ولا كأن في حد كان واقف. الصوت جه من الشارع: محمد، تعال معايا نكمل اللي بدأناه. قفلت الستارة وأنا مرعوب، بس الصوت فضل يرن في وداني. ما نمتش طول الليل. تاني يوم رحت المكتبة العامة. حاولت أدور في الأرشيف القديم عن أي أخبار تخص 1920 أو 1820. لقيت مقالة قديمة جدا بعنوان: جرائم منتصف الليل تعود من جديد. المقالة بتتكلم عن قاتل غامض كان بيظهر في نفس الشوارع بنفس الطريقة، والضحايا كانوا دايما بيبقوا أشخاص ليهم صلة ببعض. الشرطة وقتها أعلنت إنها مسكت القاتل، لكن بعدها بأسبوع رجعت الجرائم. يعني اللي اتقبض عليه كان مجرد كبش فداء. الأرشيف كمان ذكر اسم عيلة إيزنبرغ، وقال إن اللعنة بدأت معاهم من أكتر من 300 سنة، لما جدهم ارتكب جريمة طقوس سحرية وغضب منه القرويين. من وقتها الكيان بقى بيظهر كل قرن، وبيختار ضحايا مرتبطين بمكان اللعنة. في نفس الليلة وأنا راجع من المكتبة الموبايل رن. المرة دي ما كانش رقم توني، كان رقم غريب جدا كله أصفار. رديت وسمعت أصوات متداخلة زي وشوش ناس كتير بيتكلموا في وقت واحد. وسط الأصوات سمعت جملة واضحة: لو عايز توقفني قابلني الساعة 12 عند البيت القديم في الغابة. الصوت كان بيتغير، مرة يبان صوت توني، مرة صوت ناتاليا، مرة صوت طفل صغير، وأوقات صوت أنا وصلت الغابة قبل الساعة 12. البيت القديم كان شبه اللي في الصورة اللي لقيتها قبل كده. شكله مهجور من سنين، شبابيكه مكسورة، والحيطان مليانة طلاسم غريبة. دخلت جوه، وكل خطوة كنت أحس الأرض هتتهد. في النص لقيت كرسي خشب وعليه قناع أسود، وفجأة الأبواب قفلت ورايا بقوة، وظهر قدامي السفاح. ملامحه مش واضحة، كأنه ظل بيتغير كل ثانية. مرة يبان توني، مرة جاك، مرة أنا. قال لي بصوت متداخل: أخيرا جيت، أنت المختار الجديد، بعد موتك هتبقى أنا. حسيت الدنيا بتسود قدامي. حاولت أقاوم، لكن رجلي اتسمرت في الأرض. رفعت الموبايل صوره، الموبايل ولع في إيدي. قلت لنفسي: لا، مش هسيبه. افتكرت كلام الكشكول: الكيان ما يموتش بالسلاح العادي، لكنه يضعف قدام اعترافه بنفسه. صرخت في وشه: انت مش كيان، انت لعنة اتخلقت من خوف الناس، وانا مش هخاف منك. ظل السفاح اتلخبط، وصوته بدأ يتقطع. حاول يهاجمني، لكن أنا مسكت القناع اللي كان على الكرسي ورميته عليه. فجأة صرخ صرخة هزت المكان كله، والجدران اتشققت والنور رجع. لقيت نفسي واقف في نص الغابة. البيت كله اختفى، بس الأرض حواليا مليانة قبور مفتوحة، والهواء كان مليان همسات: الدور لسه عليك. رجعت بيتي وأنا مش عارف إذا كنت فعلا قضيت عليه ولا مجرد أديته فرصة يختفي. لكن من يومها
كل ليلة الموبايل بيرن، وأول ما أبص على الشاشة ألاقي اسم توني، وأنا عارف إن الرد على المكالمة الجاية هيكون بداية النهاية.